أمهات الجريلا بحلب إلى الرأي العام العالمي. نحن كأمهات الجريلا نتقاسم مع أمهات شهداء الخليفان آلامهم وأوجاعهم ونساندهم في مأساتهم. ندين ونستنكر موقف حكومة إقليم كردستان تجاه أمهات الشهداء. نحن كشعب الكردي نمر بمرحلة حساسة حيث تتصاعد هجمات الدولة التركية الأردوغانية على مناطق الدفاع المشروع وتمركز قوات البيشمركة بالمناطق القريبة من قوات الجريلا، والتعاون مع الدولة التركية بفتح الطريق أمام هجوم الدولة التركية على مواقع تواجد الجريلا، وكذلك قطع المناطق من بعضها، والهدف منه وضع ثورة روجافا في حصار وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية. إن استشهاد رفاق الجريلا في الخليفان بيد البيشمركة هي نتيجة لاتفاق مبرم ما بين تركيا وحكومة إقليم كردستان وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني. من هنا من حلب نحن أمهات الجريلا ننادي أمهات البيشمركة بأن يضموا صوتهم إلى صوتنا، وإن آلامنا واحدة، وأن لا يسمحوا لأولادهم أن لا يشاركوا في الحرب ضد إخواتهم الجريلا، لأن العدو يريد ضرب الكرد بالكرد. وننادي منظمات حقوق الإنسان أن يضغطوا على حكومة إقليم كردستان يضغطوا على إقليم كردستان بتسليم جثامين شهداء الجريلا إلى ذويهم في روجافا وفتح معبر سيماركا، لأن إغلاق المعبر يؤدي إلى كارثة إنسانية في روجافا. دایک گریلا یا حلب جبو رایا گشتیرا ام وقت دایک گریلا ایشا دایک شهید خلفینه پار بدکن ام پیشوان ام پیشگیری وان دکن ام سکنا حکومت اقلیم کردستان شرمزار دکن وقت گل کرد دبی دمیدا دبی باشویا که حساس را در باز دبن گلک ایریشی دجوار دسر مهتین به طیبت دسر هرم پارستان راوا او بجهكرنا هذا بشبرجة او بشجرية دولة تركيا دكن هو هذا جريلا تنقاف بكن او هرما جبو جهاف قط بكن بتايبات شورش روج آباد داخل نوبات تنقافية اف شهادتها بالن خلفينه ين خلفينه اف شهادتها بالن جريلا ين خلفينه دا دست پشمرگه شهید بونا او جی برهمت کلیه نوبرا ترکیه و حکومت اقلیمی باشور کردستان شهید